صباح الخير يا حلوين. كوكي في جريد 2 وتيم النهاردة أول يوم حضانة في حياته كلها. طبعا هي بدأت بأنها صحيت تغسل وشها، وانا بدأت احضر اللانش بوكس بتاعهم هما الاتنين. بصوا اللانش بوكسات عاملة ازاي. انا بحب اصلا برنامج جيلانجو جدا عشان كده عجبوني. واللانش باك بتاعتها انا جهزتها لها وازازة المية. بس هي انا قلت لها سلكي انتي شعرك وانا هبدأ ان انا اعمل لك انا تسريحة الشعر، علشان احنا لازم نخليهم يعتمدوا على نفسهم. دي طبعا التوج اللي لازم كل سنة لازم توج بيضة كتير هي تختار منها اللي هي بتحبه. لازم طالما مدرسة جديدة يبقى توجة جديدة وتسريحة جديدة. انا عايزة مثلا ضفيرة إلسا، دي الحسن رابنزل وهكذا. لازم الفقرة دي تبقى موجودة. بس المهم انها تيمو اول يوم حضانة يا قلبي. اي راح الحضانة خلاصي. وبصي ازازة المية ايه طولك، تحسيها طوله صح؟ ايوه كبيرة قوي عليك. جوشو يلا كوكي هتروحي المدرسة صح؟ شنطتك الجميلة. ايه انت واخد سكر الدايت بتاعي ليه؟ عشان اعمل شاي لبن. عشان عايز شاي بلبن؟ مين اللي هيعمل لك شاي بلبن في الحضانة؟ ميس. واخدها عشان الميس تعمل لك شاي بلبن؟ يلا بالسكر الدايت؟ الدايت؟ خلاصي. ده سكر ايه ده؟ الحضانة فين؟ اللون الاحمر ده. انت عارف طريقها؟ هي دي الاحمر ده. لا طبعا مش هي. ايه ده يما عايزة طلع عرسة جريد كده فامي. بابا عايزة من هنا هنا. كده بعطل من هنا. بيحبيه. تليفوني ايه؟ خلاصي غنيها تاني. تيمو انت طالع الحضانة؟ ايه ده يعني حضانة ومستشفى دي؟ بتصلح. هو كان بايظ؟ ده مكسور. ايوه فين ادخل. فين يلا كوكي تدخل. فين ده ضيق قوي. يا كوكي انتي فراشة. دي المفروض تقريبا وردة، والله اعلم يعني. انتي فراشة اصلا. كوكي رجعتي المدرسة؟ ايه؟ معرفش دي ايه.